عشان خاطري اليومين دول يا ريت تعملوا حاجة اسمها سكن لون أو هيلوك. عشان اليومين اللي فاتوا دول في ناس اشترت بيوتها من قيمة 2-3 كان البيت بتاعها ب200,000، دلوقتي بقى ب500، عنده $300,000. $300,000 دول هوا مش هنعرف نمسكه. طيب عاوزين نحول الهوا دوت لفلوس، هناخد عليها لون. الهوا ده اسمه ايكويتي. الايكويتي ديت هناخدها عن طريق ايه؟ في 3 حلول. اول حاجه اسمها هي لوك او لاين اوف كريدت. ليتس سي احنا هناخد 100,000، ال100,000 ديت هيبقى عامل زي كريدت كارد. كريدت كارد ده بضمان البيت، فمثلا هيدي لك $100,000 بس انت مش محتاجه عشان مش هتستخدمه، مفيش مشكله ما تستخدمهوش، بس هيبقى معاك كريدت كارد ب$100,000 بضمان ايه؟ البيت. طيب خدت $20,000 استخدمته، حلو استخدمه، هتطلع على ال20,000 بس دي الفوائد. تاني حاجة اسمها سكن لون. انت دلوقتي كواليفايد انت تاخد 100,000 بس هيديك ال100,000 كلها مرة واحدة، وهتدفع بيمن مرة واحدة على مدة 30 سنة، فالبيمن بتاعتك هتكون قليلة. ليه؟ عشان المبلغ ده على 30 سنة هيكون أرقامه سهلة. ده لو انت مديون بكريدت كارد او هتاخد الفلوس دي هتعمل بيها فلوس. هو انت هتاخد الفلوس دي ليه؟ يا اما فلوس هتعمل بيها فلوس، يا فلوس هتسدد بيها فلوس عليها فوائد عاليه. تالت واحد كاش اوت ريفاينانس، ودي اخر واحده بنصح بيها ومش بحب اعملها. ليه بقى؟ ال200,000 الاولانيين في البيت الفيرست مورجج وبقى عليك 2% 3%، فالفوائد بتاعتها قليله جدا، فما اقدرش اقول لك اعمل ريفاينانس وخد فايده اعلى. ده امتى بقى اقول لك اعمل ريفاينانس والفايده اعلى؟ اما يكون البيمنت بتاعتك بتاعت المورجج بتاعت البيت ابو 2% زائد البيمنت بتوع الكريدت كارد بتاعتك او الديون اللي عليك عاليه قوي، اقول لك لازم تعمل كاش اوت ريفاينانس. كل واحد ليه حاله مختلفه. هي في الاخر خالص الفلوس اللي طالعه من جيبك كل شهر قد ايه، ودي اهم حاجه في الموضوع، عشان احنا هنا شهر ورا شهر. اربع بقى معلومه ودي اهم معلومه. الناس فاكره عشان هو اشتراه ب200,000 ودلوقتي البيت ب500 يبقى لازم ما يكونش عندي انكم. البنك لازم يبص على الانكم بتاعك كويس، علشان في حاجه اسمها ability to pay، قدرتك على دفع الديون بتاعتك. لازم يكون عندك انكم كويس ولازم يكون عندك سكور كويس. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز تحجز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض عن طريق زوم روح على gmbrokerage.com ونتكلم مع بعض. مستنيكم وربنا معاكم.